متأكدة مليون المية ان الفيديو بتاع النهاردة هتخرجي منه مستفادة وهتروحي تنفذي الفكرة على طول. النهارده جايه لك بفكره جميله قوي. لو انت حضرتك نفسك تجيبي اوضه اطفال او اوضه نوم او شاشه، سجاد، ستاير، تعملي مطبخ جديد، اي حاجه نفسك فيها وما معكيش فلوس ان انت تقدري تعملي، او جوزك مثلا ظروفه مش مساعده مش قادر يديكي فلوس ان انت تنفذي او تجددي في بيتك وتخلي بيتك حلو كده ومنور وعايزه تعملي حاجات، لا انت اعملي الفكره دي بنفسك واحده واحده. هقول لك تعملي ازاي دلوقتي. اوضه الاطفال مش لازم تجيبيها على مره واحده، اوضه النوم ما تجيبهاش على مره واحده، اوضه اللي عايزه تعملي مطبخ مش على مره واحده. طب ازاي يا ام زياد؟ هنقطع، هنقطع. ايه المشكله؟ انا بعمل كده والله العظيم، والله العظيم انا بعمل كده. انا مش هحلف بالله كده، انا اي حاجه بطبقها في حياتي بقول لكم عليها. بس اول حاجه هخليك ان شاء الله باذن الله لو انت ما معكيش فلوس او مبلغ تروحي تشتري اللي نفسك فيه، هخليكي تشتري كل حاجه، قطعي من مصروف بيتك بدون ما تقولي لجوزك عايزه جنيه. ازاي يا ام زيد؟ هقول لكم كل حاجه دلوقتي، بس تحطوا اللايك واشتركوا في القناه واكتبوا لي كومنت حلو كده يشجعني ويفرحني، لان كومنتاتكم بتسعدني جدا وتخليني دايما ابقى عندي تفاؤل كده واستمر في نزول فيديوهات. بحبكم كلكم، كل سنه وانتم طيبين والامه الاسلاميه كلها بخير وسعاده، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا حبايب قلبي، اول حاجه في الفيديو بتاع النهارده كده، انا ما كانش عندي اوضه اطفال. طب انا حطيت الفكره في دماغي ان انا لازم يكون عندي اوضه اطفال، بس عشان اروح اجيبها مره واحده مش هقدر، ظروفي مش هتسمح. وعشان اقول لجوزي هات فلوس عشان اجيب اوضه اطفال برضه ظروفه مش هتسمح. فانت مش عشان عايزه حاجه تروحي تتخانقي مع جوزك او تعملي مشكله او نفسك بتاكلك عايزه تعملي، ماشي اعملي كل حاجه بس هاتيها قطاعي حته حته. انت مثلا لو نفسك عايزه تجيبي سجاد للشقه كلها، مش ما معيش المبلغ ان انا اجيب بيه، لا انا المره دي حوشت قرشين، جمعت على اخر الشهر مثلا او على شهرين او 3 شهور، جمعت مبلغ اروح اشتري سجاده، اقعد كام شهر تاني واجيب سجاد، مش مشكله هتجيبيهم على سنه، بس انت حققت رغبتك، ما شدتيش مع جوزك واتخانقتي معاه، ما جمعتيش قرش مره واحده وزنقتي نفسك او اتصرفتي في اي حاجه في البيت عشان تجيبي الحاجه جمله مره واحده، لا انا مشيتها واحده واحده وتاتا على قد كده. السريرين دول انا مش داخله باوضه اطفال ومش جايبه اصلا ملايات اطفال لاني مش داخله باوضه اطفال، كنت جايبه ايه ملايات عاديه للسرير الكبير، تمام كده. طيب عملت ايه يا ام زياد؟ هقول لكم. انا قعدت كده، بصوا يعني عندي اكلان كده في دماغي ان انا عايزه يكون عندي اوضه اطفال، ضيف بيجي لي، حد بيجي لي، ولادي كبروا، ما عنديش اوضه اطفال، فانا عايزه اوضه اطفال اعمل ايه؟ المهم ان انا لميت حبايبي وجيراني واصحابي وقلت لهم يا جماعه انا عامله جمعيه ب 300 جنيه في الشهر، ايه رايكم تخشوا معايا؟ في اللي قالت لي هدخل ب 100 وفي اللي قالت لي هدخل ب 200، قلت لهم ما فيش اي مشكله، ما زعلتش حد، هجمع. يعني مثلا لو واحده دخلت ب 100 هدخل واحده ب 200 قصادها، واحده دخلت ب 150 هدخل واحده المهم ان انا ايه هلم الدنيا وهظبط الدنيا معايا، تمام كده. طيب انا دخلت ب 300 جنيه وقبضتهم اول واحده. طيب هتقولوا لي ال 300 جنيه هتقبضيهم 3000 جنيه هتجيب بيهم اوضه اطفال؟ هقول لك لا مش هجيب بيهم اوضه اطفال، بس جبت بيهم السريرين دول ب 3000 والله العظيم يا جماعه ب 3000. رحت جبت السريرين دول وجبتهم والراجل اداهم لي متلونين وحلوين و100 100 وسراير نضيفه وزي الفل زي ما انتم شايفين كده وجامده، وعايزه اقول لكم بجر فيها وبزق فيها وجامده جدا، تمام كده. طيب بعد كده كان عندي كان السرير بتاع اوضه النوم اللي جوه كان عليه مرتبتين كبار، خليت عليه مرتبه وخدت المرتبه زودت عليها، كان عندي شويه شلت زودت عليهم اوض ورحت عاملاهم مرتبتين اتنين زي ما انتم شايفين كده. يبقى انا جبت السراير وجبت. طب ازاي؟ بالجمعيه. انا مثلا انا ممكن ما اعملش جمعيه، ممكن احوش مع نفسي، بس الموضوع عشان احوش مع نفسي هطول شويه، لا لكن لما تخش جمعيه دي هتساعدك ودي هتحط ودي هتحط ودي هتحط، هتجمعي الفلوس في وقت قصير وهتروحي تجيبي اللي انت عاوزاه. طيب انا خلصت خلاص الحمد لله، جبت السراير لسه جايباهم من فتره بسيطه، يعني جبت السراير وعملت المراتب وجبت لهم كمان طقمين ملايات، يعني جبت الطقم ده وفي طقم، جبت الطقم في العيد ده وجبت طقم في العيد الصغير. طيب تمام كده. طب انا عايزه دولاب، انا ما عنديش دولاب، ما انا ما جبتش اوضه الاطفال مره واحده، برضو هاجي عامله جمعيه او مدبره قرشين كده من مصروف البيت، باقي معايا 10 على 5 على 2 جنيه 3 جنيه، سمسرت من جوزي مش عارفه ايه من ايه، انا ما بسمسرش وودي عند امي مثلا او عند ابويا، لا انا بسمسر واحط في بيتي. يعني مثلا خدت حاجه فلوس من جوزي رحت اشتريت حاجه بقى مني 7 جنيه 10 جنيه مش عارفه ايه، خلاص اقول له خليهم هعمل بيهم كذا، احطهم في الحصاله خلاص. هو خلاص عرف ان انا ست مدبره ما بسمسرش واعمل حاجه وحشه، لا مثلا خلاص. وبقول له يعني مش بسمسر كده، لا بقول له طب مثلا هات الباقي بقى، اقول له لا خلاص ده دخل الحصاله ما هوش طالع، انسى ان هو يطلع بقى خلاص.
تمام خلاص، هو عارف ان انا ست منظمه بحب اجدد في بيتي، ما اشغلش دماغه، مش كل شويه هات فلوس اما اعمل، هات فلوس اما اخلي، هو خلاص عارف انا بعمل ايه بالظبط. المهم ان انا جبت ايه السريرين، بقيت فرحانه بيهم جدا 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 والله العظيم زي ما بقول لكم كده. فالمهم ايه، حاطه في دماغي بقى ان انا ان شاء الله هعمل جمعيه برضو، او هحوش قرشين على جنب زي ما بقول لكم كده من مصروف بيتي عادي، وهقوم جايبه حته دولاب كده حلو للعيال. تمام، لان عندي دولاب صغير كده بس ما بيكفيش هدوم، هجيب لهم دولاب شكل السرير، او حتى لو مش شكله مش مشكله، هنلون ده في ده وده هيتلون زي ده، وهيبقى كلهم لون واحد، مش شرط يعني نفس الشكل والكلام ده، بس هنلون وفي الاخر اللون كله هيبقى زي بعض. طيب ممكن اجيب لهم حته تسريحه، حته مثلا، المهم ان انا هجمع اوضه النوم بس اقطعي. فانا قصدي ان انا اوصل لك الفكره دي، ان انت لو نفسك مثلا عايزه نفسك تعملي مطبخ بالرخام، ماشي، مش لازم انت ما معكيش المقدره انت تعمليه مره واحده، اعملي حته جمعيه او حوشتي قرشين على جنب، روحي الاول اعملي لك حوض برخامه واخلصي منه. بعد كده بقى ممكن تعملي مثلا حته مطبخ، تعملي الجزء اللي تحت الاول واخلصي منه، حبه حبه، هاتي الراجل وخدي المقاس من فوق واعملي الحته اللي فوق، هتعمليهم في فتره ايه يعني مش مشكله، مش هتعمليهم على مره واحده، ما فيش مشكله، ما فيش حد بيجري ورايا، ما انت اصلا لو ما فكرتيش ان انت تجيبي الحته حته ممكن يعدي عليك سنين وسنين نفسك في المطبخ وما عملتيش منه اي حاجه، لكن على ما تيجي السنه اللي بعدها الثانيه الثالثه تكون انت اصلا خلصتي المطبخ. ده انا قصدي فيه، وتكوني عملتي حاجه عموله نظيفه. انت ممكن مثلا معاكي 1000 جنيه مثلا ونفسك في مطبخ، ممكن تروحي تشتري مطبخ سوقي، يعني شهر في 2 في 3 وخلاص ممكن سنه وهيتكسر منك. لا، انا اهدى واتقل ومن مصروف بيتي اعمل اللي انا عايزاه، وحاجه نظيفه تعيش معايا طول العمر. انا عايزه اعمل الحاجه واخلص منها، يعني انا مثلا عايزه اعمل مطبخ واخلص منه، اجدد حاجه تانية، ما اجيش اروح اجيب مطبخ مثلا سوقي او حاجه مش حلوه ما تستحملش معايا، واجي السنه الجايه بقى عايزه اغير ركن، عايزه اغير الدولاب، عايزه اغير مش عارفه ايه، هيرجع لي فكره المطبخ تاني. لا، انا عايزه اعمل المطبخ عموله وارتاح منه. تمام، لسه في مفاجاه تانية برضه هقول لكم عليها، بس مش في الفيديو ده، هنعمل لها فيديو تاني ان شاء الله. تمام، انا عندي مفاجات كتير، بس انتوا خليكم معايا كده في الفيديوهات، وان شاء الله هحفزكم واخليكم تعملوا كل اللي نفسكم فيه. نفسك في حته سجاده، خلاص انا هبدا احوش 10 على 10 على 5 على 2 جنيه على 3 جنيه على 4 جنيه، وهجمع حق السجاده. مثلا السجاده عامله كام؟ 1000، 1000 ونص، هجمع. وفي حاجات بديل سجاد دلوقتي عشان بقى السجاده غالي والكلام ده، في بديل سجاد، في حافظات جميله انا جايباها ومجرباها حلوه جدا وسهله في الاستعمال، تشيليها تغسليها، تحطيها في غساله، تحطيها كده في الطشت وتغسليها، تحطها في المطبخ، خفيفه جدا وبتنشف بسرعه وسهله كده، تشيلي وتمسحي تحتها، ورخيصه مش غاليه، يعني بديل السجاد ده بيبقى رخيص. تمام، اللي هي الحافظات اللي بتفرش في الارض دي. ففي بدايل كتير يا جماعه، يعني مش شرط السجاده تبقى سجاده، لا، في بديل سجاد وشكله تحفه وبيخلي الارض شيك وكل حاجه. فاحنا يا جماعه ما نضغطش على نفسنا، دلوقتي الدنيا صعبه والدنيا غاليه والحياه غاليه ومصاريف عيال ومصاريف بيت، فانت ما تضغطيش في نفسك وتتعبي وتلاقي نفسك مش عارفه تعملي حاجه وفي نفسك تايهه. انت ممكن تعملي كل حاجه صدقيني والله، بس بالراحه. والله يا جماعه زي ما بقول لكم، انا عامله السريرين دول بحته جمعيه، ما جبتش فلوس كده من جوزي قلت له انا عايزه اجيب الحاجه دي ورحت جبته وعملتها، لا، بحته جمعيه. الدولاب برضو هحوش وان شاء الله ربنا هيكرمني طول ما انا بعمل حاجه كويسه، ربنا بيقف معايا. وعايزه اقول لكم ان انا لما ابقى حاطه في نيتي حاجه عايزه اعملها وبحوش وادخر واعمل حاجه كده، ببقى فرحانه بنفسي قوي ان انا عملت من مصروف بيتي ومن يعني ادخار كده، يعني ست ناصحه، ست مثلا بعرف ادبر حياتي، بمشي اموري، اي فلوس معايا مش عارفه هي رايحه فين، مش هاخد فلوس يلا على الدكان، يلا على الاكل الجاهز، يلا على مش عارفه ايه. مثلا معايا فلوس من فلوس عيديات بتاعت مثلا اهلي ليا، جوزي اداني عيديه مثلا، وفرت فلوس من مصروف البيت، وفرت اكل يومين 2 ما عملتش اكل في البيت، وفرت فلوس اقدر ان انا اعين هعمل بيها اي حاجه. ولسه عندي اهداف كتير ان انا اغيرها في بيتي، عايزه اجدد الوان بيتي كلها ان شاء الله. برضو لو حابه اغير لون السراير هغيره، عايزه اجيب دولاب ان شاء الله برضو هجيبه، عايزه اجيب ستاير لان الستاير برضو ايه خلاص بقى متهبطت وكده، فعايزه اجيب ستاير. فانا حاطه في دماغي الاهداف دي كلها وبخطط لها، يعني انا بخطط لها، هعمل حاجه حاجه، مش لازم مره واحده ان انا عايزه اعمل ركنه اروح اعمل الركنه مره واحده، ما انا مش معايا فلوس، هتضطري تروحي تستلفي وتديني وتخبطي على ده تقول له سلفني، لا، محدش هيسلفك دلوقتي، واللي هيسلفك مش هيصبر عليكي، يبقى نفسي اللي هتصبر عليا. لو انا عايزه ركنه ممكن اعمل حته دلوقتي مؤقتا، حته يا حته، والله يا جماعه مش عيب، مفيش مشكله، هعمل حته دلوقتي
الحته دي هتشجعني ان انا اكمل بقيه الركن. هاخد مقاسات الركنه كلها واكتبها عندي في ورقه وقلم واسجلها واحفظها كده، واقول له طب ابدا اعمل لي دلوقتي الجزء ده ونفس الرسمه بتاعت الركنه، عشان لما اجي اعمل بعد كده تبقى انا واخده نفس المقاس. اعمل الحته مثلا اللي في الوش دي الاول، وبعد كده مثلا ربنا كرم بقرشين تانيين وقدرت ان انا احوش، هاجي عامله الجزء ده حبه حبه، هعمل الجزء ده لغايه ما اخلص الركنه كلها. فقد ايه يا ام زاد؟ دي ملهاش وقت، انا مش هقول لك لها وقت قد ايه، بس انا عايزه اقول لك انا جبت السريرين دول مره، ما جبتش دولاب اطفال لسه. انا دلوقتي قاعده حاليا ما عنديش دولاب اطفال، بقول لكم بكل صراحه، لا طالعه بالظاهر ولا بتمظهر عليكم ولا الكلام ده. انا يعني اروح دلوقتي في الظروف الصعبه اللي انا فيها اقول لجوزي هات لما اجيب دولاب، طب هو مش معايا، هتضربيه؟ هتموتيه؟ هتطلقي منه؟ لا مش كده، الامور ما بتجيش كده خالص. يبقى اصبر واتأنى وبالراحه كده. لما احوش مثلا اتكلمي معاه، قول له طب انت مش عايز تديني فلوس مره واحده؟ طيب انت ممكن تديني مثلا كل مدى 5 جنيه، 10 جنيه، 20 جنيه، ما تضحكوش عليا. والله انا ماشيه كده يا جماعه، انا ماشيه كل الحاجات اللي، ولسه في حاجات تانية انا مجدداها برده من مصروف البيت وهقول لكم عليه، كل ده هعمله لكم وهقول لكم عليه ان شاء الله. ليه؟ انا عايزاكم تتشجعوا، عايزه الستات بتاعتنا كلها، الستات اللي زي ستات البيت اللي هي الدنيا زنقه معاها والحياه صعبه معاها، عايزاكم كلكم تجددوا بيوتكم، بس على واحده واحده. على الدنيا ما طارتش، الدنيا دي كلها ما اتخلقتش في يوم واحد يا جماعه، احنا كلنا عارفين الكلام ده. يعني خلاص انت فيكي دماغ وفيكي عقل وفيكي ايد وفيكي كل حاجه، يبقى خلاص واحده واحده بقى. ابتديت ان انا عايزه تجيبي طقم سجاد للشقه كله، روحي هاتي امسكي اوضه اوضه، هاتي الاوضه الاول وخلصيها، وبعدين خشي على الاوضه الثانيه، وبعدين خشي على الصاله، وبعدين خشي على المطبخ، خشي على الطرق كده. نفسك في شاشه، اعملي لك حته جمعيه وهاتي لك شاشه صغننه، مش لازم اجيب الكبيره، هاتي واحده صغننه دلوقتي. لو انت عندك تلفزيون هاتي لك واحده صغننه دلوقتي في حته جمعيه ولا حاجه. حبه حبه ممكن تبيعيها وتجيبي لك واحده، او ممكن تخليها في اوضه الاطفال، ربنا فرجها عليكي، خليها في اوضه الاطفال وهاتي لك واحده كبيره في الصاله. هي ماشيه كده والله يا جماعه، هي ماشيه كده. انا مش عشان عايزه حاجه ان انا خلاص الصبح لازم تكون الحاجه دي عندي، لا، انا بفضل حاطه يعني مثلا ايه، انا خلاص حاطه في دماغي هدف ان انا عايزه اجيب دولاب للولاد. هنام هسكت؟ مش هنام ولا هسكت. طيب هتعملي ايه؟ هتتخانقي مع جوزك الصبح وتقولي مثلا هات لي فلوس اجيب دولاب؟ مش هعمل كده برضه. زي ما جبت السراير بالفكره وبالعبقريه بالاتزان كده وبالهدوء، هجيب الدولاب برضه. تمام؟ يبقى يا رب بس اكون فدتكم بالفكره اللي انا عايزه اقول لكم عليها. يبقى انا جبت اهو السريرين وحشين في منتهى الجمال، وجايبه لهم مرتب منجداها برده، وجبت لهم، انا ما كانش عندي طقمه اطفال وجبت لهم طقمه الاطفال دي. هتقول على قدي؟ على قدي، مفيش اي مشكله. ما بصوا حد هيتكلم هيقول لي انت مش اللي يتكلم ما بيشغلنيش حد، طالما الحاجه اللي انا بعملها مريحاني. حد هيخش ينتقد، حد هيخش يتكلم، مش مشكله، طالما اللي انا بعمله مريحني انا ومريح قلبي خلاص، ماليش دعوه باي حاجه. فتمام، يا رب بس اكون قدرت اوصل لكم الفكره. ومثلا انت حابه تجيبي ستاير جديده، هاتي ستاره. عايزه تجيبي طقم الشقه كله شكل بعض، مفيش اي مشكله، هاتي واحده، والمره الجايه هاتي واحده، والمره حوشي ادخري. بصوا هقول لكم على حاجه، انت لو كلتي كل يوم لحمه وفراخ هتقومي تاني يوم ناسيه طعم الفراخ اللي انت كلتيه. كلتي تاني يوم كفته ورز ومحاشي وبتاع، هتقومي تاني يوم ناسيه طعم الكفته اللي انت كلتيه. الاكل مش هيفضل على بق لسانك وتبقي حاسه بطعم الاكل طول الوقت. طيب يبقى نعمل ايه؟ يبقى النهارده فراخ، بكره عدس، بعده بصاره، بعده احاول اوفر الفلوس بتاعه الفراخ وبتاعه السوبر ماركت وبتاعه المحلات اللي احنا صارفين فلوسنا والمكياجات والحاجات. هتقولي يا مزات طب احنا بنحب المكياج والكلام ده. هقول لك يا حبيبه قلبي، انت ست جميله بشكلك، انت ممكن تاخدي شاور، ممكن تحطي مخمريه، ممكن تجيبي مثلا مزيل عرق، ممكن تجيبي بودي مثلا كريم كده برضو اللي يرطب بشرتك وكل حاجه. بس مش شرط الميك اب الاوفر والحاجات اللي عايزه اقول لك ان كتر الميك اب اصلا بيعجزك بدري. انا من النوع اللي ما بحبش الميك اب، وانتوا شايفيني ان انا بطلع معاكم من غير اي ميك اب. يعني مش هتقولي لي مثلا ايه شكلي ايه، ما يهمنيش شكلي، ما يهمنيش مظهري، انا راضيه بنفسي كده الحمد لله. مش شرط ان انا اروح اصرف فلوسه كلها على الميك اب واصرف فلوسه كلها مثلا على الروايح والحاجات دي، واحط الريحه والبرفانات دي اصلا كلها حرام، محرمات كلها، وكلنا عارفين اللي بتحطي برفان يا ماشيه في الشارع دي بيتقال عليها ايه، فمش عايزه اذكر الكلام يعني.
حطي برفان، البرفان لجوزك في البيت، حطي لجوزك في البيت البرفان، كل البرفان اللي انت قاعده في شقتك. بس مش شرط بقى ان انا رايحه اجيب حاجات اوفر واصرف فلوسي كلها في المكياج والبرفانات والكلام ده. لا، احنا ممكن نعقل كده ونخلينا ستات متزنه وعاقله كده ونمشيها بالحكمه والبساطه عشان نقدر نوفر. عايزه اقول لكم ان في ناس اصلا بتصرف فلوسها كلها في المكياج والبرفانات والحاجات دي كلها والله العظيم، وفي ناس تانية بتصرف فلوسها كلها على السوبر ماركت وعلى الشيبسيات وعلى الاكل من بره والكلام ده كله. طب ليه انا في غنى عن ده كله؟ انا بدل ما اصرف على ده كله، لا انا احط في بيت، اشوف بيتي ناقصه ايه، بيتي مش ناقصه حاجه وشقتي كويسه والدنيا عندي تمام مش ناقصني اي حاجه، خلاص ابدا احوش. ما انت مش هتنيكي طول عمرك معاكي فلوس، مش هتنيكي طول عمرك صغيره وسنك صغير، مش هتنيكي طول عمرك مفيش عيال بتكبر مفيش متطلبات. لا، بعد كده عيالك هيكبروا، هيخشوا الكليه، هيخشوا الثانوي، بنتك هتتجوز وهتكبر. عايزه جهاز، عايزه. انت ممكن من حاجات بسيطه قد كده بتحوشيها دلوقتي تقدري انت تعملي مبلغ لبنتك تجهزيها بيه. لو انت مش عايزه حاجه في بيتك، عايزه بتجددي في بيتك، خلاص جددي واحده واحده وسيبي بقى التحويش والكلام ده لما تبقي تظبطي نفسك خالص. عشان ما ابقاش اضحك عليكي وابقى كدابه اقول لك انت تقدري تحوشي وتقدري تجيبي كل اللي نفسك فيه وانت كمان بتحوشي فلوس على جنب، لا انا بهكدب عليكي. لكن احنا بنحوش عشان نجيب حاجه نفسنا فيها. مفيش حاجه نفسك فيها دلوقتي، مفيش حاجه قدامك، خلاص يبقى تحوشي عشان اللي جاي قدام، ان ربنا ادانا طول العمر يعني. خلاص كده، اتمنى بس اكون افدتكم وما اكونش طولت عليكم الفيديو قوي، واشوفكم على خير في فيديو جديد، واشوفكم على خير، مع الف سلامه.